نمر الآن السيد ياسين مرزوقي إلى قضية أخرى شهدناها خلال هذا الأسبوع ما تعلق بتطورات ملف القضية الصحراوية بالتحديد. شهدنا خلال اليومين الأخيرين قرار اعتبر بالمفاجئ، قرار الإمارات العربية المتحدة بفتح قنصلية في مدينة العيون المحتلة. في اعتقادك السيد ياسين مرزوقي، ما هي خلفية هذا القرار ولماذا في هذا التوقيت بالتحديد؟ هي كاين عوامل اللي لازم نتكلموا عليها. اولا ما عندهمش جاليه اماراتيه في العيون، ما كانش. اذا المساله بكل بساطه انه المغرب الان يائس من الحرب المسلحه مع الجزائر. عارف بلي التفوق الجزائري من حيث الجاهزيه تاع الجيش ومن حيث السلاح وجوده التكوين تاع الضباط الجزائريين والضباط العمداء، يعني خلاص يأسوا من الحرب. فالمخزن بدا يلجأ إلى مسألة التطبيع مع العدو الإسرائيلي باش يديروا حلف ويحاصروا الجزائر. المسألة هذه ما نخرجوهاش من إطار التطبيع والتحضير للتطبيع. ديجا موجودين تما جالية تجي من إسرائيل تدخل المغرب، عندهم مستشارين على أعلى مستوى في الحكومة، يعني ما عندهمش مشكلة هذه، حتى شعبيا مقبولة عندهم. لكن الاستفزاز للشعب الجزائري عشية احتفاله ذكرى أول نوفمبر، عشية تدشين الجامع الأعظم، جامع الجزائر يذكر بعد الحرم المكي والحرم المدني، يعني يأتي مباشرة جامع الجزائر. هذو ما تقبلوهاش، ما تقبلوش أن الشعب الجزائري يحتفل بعيد اندلاع الثورة لأنها نابعة من الشعب، ما جاوش أجانب داروا لنا ثورة وجابوا لنا الاستقلال. دونك هذه كل عوامل باش يديروا نوع من الإحباط عند الجزائريين، مع أنه الأمر منافي لمساعي الجزائر فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية. اليوم الجزائر تعتبرها قضية، خلينا نقول، استعمار، ولا حل لهذه القضية إلا عن طريق استفتاء الشعب الصحراوي بحد ذاته. هذا موقف حتى تاع الأمم ثابت حتى أمميا، موقف أمميا. هذا موقف تاع الأمم المتحدة كذلك. إذا باش يجيو يتآمروا مع الإماراتيين ضد الشعب الجزائري، لأنه نشوف استفزاز للشعب الجزائري. لما نوصل لفلسطين نتكلموا على الشعب الجزائري. الرئيس تبون قال أنا أرفض الهرولة للتطبيع، وقالها في الأمم المتحدة، قال أنا ضد التطبيع. وهذا الكلام يكون قالوا وحده بنفسه ونقول لك خلاص وقع على شهادة الوفاة تاعو، لكن هو يعبر على موقف تاع الشعب الجزائري. الشعب الجزائري أبدا يسمح في فلسطين. إذن لما وصلوا للمؤامرة هذه، الإماراتيين راح يشوفوا ردة فعل الشعب الجزائري. هذو نكارين الخير. الصور اللي رانا نشوفوها، خلينا نعم حتى الصورة نضع المشاهد في الرأي. هذه الصورة التي تظهر هي صورة الجزائري محمود حمرة. هل لك أن تطلعنا على تفاصيل قصته مع دولة الإمارات العربية المتحدة وبالتحديد مع شركة النفط الإماراتية أدنوك؟ قبل الاستقلال نتاعهم جاء الشيخ زايد تكلم مع الرئيس الراحل هواري بومدين، قال له رانا تاكلين عليكم باش تحضروا لنا إنشاء شركة نفطية. محمود حمراء كورب ذكروها ربي يرحمه، هو كان من اطارات نتاع سوناتراك، هو مدير التخطيط في سوناتراك، اطار بشهاده دكتوراه، وكان حتى هو من المستشارين النفطيين والطاقويين في اتفاقيه ايفيون لما كانت المفاوضات مع فرنسا. يعني رجل عظيم جاي من قريه عظيمه ومن منطقه عظيمه هي ولاد عطيه بمدينه سكيكدا، خرجت مجاهدين، خرجت شهداء، وكذلك خرجت رجل عظيم مثل هذا اللي هو فخر لكل الجزائريين. إذا محمود بعثوا بومدين باش يشكل لهم لادنوك، الشركه النفطيه نتاع ابو ظبي، ويسهر عليها هو من 73 حتى ل 87. الجزائري من بين اكبر الشركات النفطيه الاماراتيه، هو اللي كان رئيس المدير العام نتاع الشركه النفطيه نتاع ابو ظبي، وكذلك حتى تاع دبي شكلوا هما ثاني شركه سموها اينوك،
يعني اطاراتهم كل تعلموا عند الجزائري العظيم هذا، ومن بعد جاو استغنوا عليه بواحد الطريقه مشينه، يعني نكارين الخير في العشرين سنه هذه الاخرى نهبوا ما نهبوا هذو الاماراتيين، ادوا احسن الموانئ، ادوا احسن المشاريع، عندهم زوج شركات نفطيه لهنا تشتغل، عندهم شركات تاع الخدمات، يعني تقريبا الشيفر دافر معاهم يعني راه كبير بالنسبه للجزائريين. لما يجيو يستفزوا الشعب الجزائري بالطريقه هذه نقول باللي راح تكون رده الفعل يعني قويه من الشعب الجزائري فيما يخص القضيه الفلسطينيه، لانه لما تستهدف فلسطين الشعب الجزائري ما يسكتش، ما يسكتوش في هذه. اذا هاد الناس الجزائر دارت فيهم. هاوليك الصوره نتاع محمود مع يعني ربي يرحمه، كان ما شاء الله. وهذه الصوره انت ممكن نعاودوا الصوره فيما يتعلق الصوره نتاع ويكيليكس. الصوره نتاع ويكيليكس انه البابليك لايبراري اوف يو اس دبلوماسي. السفير هذه نشرتها موقع ويكيليكس، السفير الامريكي في هذاك الوقت كتب لوزاره الخارجيه وينبه الولايات المتحده الامريكيه، قالوا لهم اتونسيون الجزائر راهي استحوذت على الاداره نتاع الشركه النفطيه الاماراتيه، معناتها راح يحرمونا من امباكتول كبير. الجزائريين كانت عندهم تجربه، يعرفوا كيفاش يسيروا. هما تم انشاء سوناترا كلها في 63، 10 سنين من بعد داروا لهم، يعني كان عندهم الخبره الكافيه باش انشاء الاخر. وكانت هذيك الفتره الامور متوتره بيننا وبين الولايات المتحده الامريكيه، لكن الجيل هذاك صمد، وهما فخر وعبره لكل الجزائريين. هذو الامارات لحد الان ما فندوها ما والو. هو الملك المغربي بعث بتهنئه بمناسبه فتح القنصليه العامه في العيون، ف لحد الان ماهوش شيء رسمي، لكن هما ما نفوهش، معناتها الامر راه مدبر. خاصه قلت لك عشيه الاحتفال بعيد اندلاع الثوره، هادو الناس احنا في العرب البلد الوحيد اللي انتزعنا استقلالنا بالسلاح وبالقوه وهزمنا فرنسا. الكثره تاع البلدان العربيه ولا الاخرين بداو الاستقلال من خلال خروج الانتداب ولا من خلال هديات فرنسا تقول لهم هاكولي ما عندي حتى مصلحه معكم. احنا دفعنا ودان من الدماء باش حصلنا على الاستقلال هذا.